القائمة الأولى بتضم الصفقات واللعيبة اللي نهت الموسم اللي فات والموسم اللي قبله مع نادي الزمالك بالأداء الكارثي اللي احنا شفناه من نادي الزمالك، اللي مفيش واحد من جمهور نادي الزمالك يتوقع ان نادي الزمالك يكون في مركز تاني في ترتيب جدول الدوري الموسم الجديد، او نادي الزمالك ينافس على بطولة كاس مصر الموسم الجديد، او نادي الزمالك ينافس على بطولة الكونفدرالية اللي مشارك فيها الموسم الجديد. كل جمهور الزمالك بعد ما شاف القايمة دي، لان هم نفس اللعيبة مفيش حد فيهم اتغير، شفنا ان الزمالك بعد انتهاء بطولة الدوري كان في المركز الثالث ومع الرأفة. تخيل بقى ان النادي الاهلي ونادي بيراميدز والبنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا والمصر اللي بيعملوا تدعيمات من نار علشان خاطر يدخلوا الموسم الجديد يأدوا اداء افضل من اللي فات، خصوصا ان هم شافوا نادي زي بيراميدز وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا وفاز بالبطولة. يعني هم عندهم الكواليتي او عندهم التاريخ او عندهم الاساسيات اللي تشفع لهم ان هم ينافسوا على دوري ابطال افريقيا، فطموحهم هيعلى ان هم يكونوا مركز تاني او يفوزوا ببطولة الدوري علشان خاطر يشاركوا في دوري ابطال افريقيا، علشان خاطر يفوزوا بدوري ابطال افريقيا. نادي الزمالك بقى صاحب التاريخ وصاحب العراقة وصاحب الجمهور وصاحب الشعبية، لا ما بيفكرش في كده خالص. لا جاب مدير فني لحد وقتنا هذا، لا غير الصفقات اللي كانت بتضيع على نادي الزمالك مباريات ونقط لصالح نادي الزمالك، لا عمل اي احلال وتجديد خالص في السكواد اللي نهى الموسم الكارثي في نادي الزمالك. نادي الزمالك لولا تواطؤ بيراميدز مع نادي الزمالك كان طالع بموسم صفر. ايوه، بيراميدز والزمالك كانوا سايبين الماتش لبعض، الزمالك ياخد بطولة، انا كده مش فارقة معايا بطولة الكاس، والزمالك لازم ياخد البطولة دي علشان خاطر ما يطلعش بموسم صفر. ده اللي حصل في مباراة نهائي كاس مصر ما بين الزمالك وبيراميدز. السكواد اللي موجود حاليا في نادي الزمالك والقائمة اللي موجودة حاليا في نادي الزمالك هي القائمة والسكواد اللي نهوا الموسم في المركز الثالث بعد خروجهم من جميع البطولات اللي كان الزمالك مشارك فيها. مجلس الإدارة ما عملش أي صفقات ولا بيعمل أي صفقات ولا جاب مدير فني ولا استقر على مدير فني ولا استغنى عن اللعيبة العالة في نادي الزمالك، زي مصطفى شلبي ده لعيب عالة في نادي الزمالك، سيف الدين الجزيري لعيب عالة في نادي الزمالك، نبيل عماد دونجا لعيب عالة في نادي الزمالك، في لعيبة كتير في نادي الزمالك مش هقول أساميهم، لعيبة عالة في نادي الزمالك. مجلس الإدارة ما فرطش فيهم ولا استغنى عنهم ولا عمل اي خطوة ان هم يرحلوا في نادي الزمالك. فنادي الزمالك الموسم الجديد محدش يستنى اي حاجة غير اللي حصلت الموسم اللي فات.